بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم اجعل لي لسان صدق للآخرين أو في الآخرين. احنا حبايبي تحدثنا سابقا عن مقالة اجتماعية جميلة جدا، ألا وهي كم حياة ستعيش، للكاتب المصري، وهو من يذكر لي اسم الكاتب؟ كريم الشاذلي. أحسنت. تحدثنا أيضا عن الفكرة العامة لطبعا المقالة، ألا وهي ما هي الفكرة العامة في مقالة كم حياة ستعيش؟ إباء تفضل. استثمار، ممتاز، استثمار الحياة بكل ما هو نافع ومفيد. طبعا خلاصة القول عندما تحدثنا في هذه المقالة الجميلة طبعا، وتحدث أيضا أقوال وعلماء عن مثل نابليون عندما قال: ليس الموت شيئا مهما، لكن أن تعيش مهزوما يعني أن تموت كل يوم. سنتحدث بإذن الله عن درس صرفي جميل جدا، ألا وهو الإعلال. لذلك نصيحتي لكم أيها الطلبة الأعزاء هي: لا تصعد الجبل لكي يراك العالم، بل اصعد الجبل لكي ترى أنت العالم. بمقدورك أن تغير هذا الشيء، بمقدورك أن تتجاوز جميع المعيقات، جميع الصعوبات، لكي تصل إلى ما ترنو إليه. لذلك عليك بالاجتهاد والدراسة. الدرس الذي سنتناوله في يومنا هذا ألا وهو درس الإعلال. قبل الشروع والبدء بدرس الإعلال لابد لنا أن نستذكر الأهداف المرجوة من ذلك الدرس، ألا وهي أن نعرف الأهداف التي يجب أن نعرفها من هذا الدرس، أن نعرف الإعلال، ما المقصود بالإعلال، أيضا أن نعرف الفائدة منه، أيضا أنواع الإعلال، وكذلك توضيح الإعلال في الكلمات، أن نوضح الإعلال في بعض الكلمات، وأن نمثل على كلمات حصل فيها إيش؟ إعلال. حصل فيها إيش؟ إعلال. هذه بعض الأهداف يجب أن نتطرق إليها أثناء شرحنا لدرس الإعلال. فما المقصود بالإعلال؟ وماذا تعني كلمة الإعلال؟ من منكم يعرف المقصود بالإعلال؟ أو لنعرف جزئية بسيطة عن الجذر اللغوي للإعلال. تفضل يا أستاذي. الإعلال هو تغيير يطلع على بنية الكلمة. أنا ما بدي المقصود جميع بالإعلال، أنا بدي الجذر اللغوي. من أين اشتقت هذه الكلمة؟ الجذر اللغوي من الفعل عل، من الفعل عل، بمعنى أصابه إيش؟ أصابه المرض. طب أستاذي، هل الإعلال هو مرض كما نحن نعرفه عندما يمرض الإنسان؟ وما الفرق بين المرض الحقيقي الذي نعرفه وبين المرض الذي هو ما يسمى بالإعلال؟ هناك أمراض قد تصيب الإنسان وقد يتشافى منها ويتعالج إن ذهب إلى مركز طبي أو إلى أي شيء آخر. الإعلال هو معروف من حروف العلة. عندما أتحدث حروف علة، الألف والواو والياء وأيضا الهمزة. طيب ماذا يحصل لتلك الحروف في هذا الدرس؟ هنا ننظر جيدا بأن الكلمات التي تشتمل على حروف علة هي كلمات قد أصيبت بمرض، والمرض قد يكون اسمه المرض ألف أو المرض واو أو المرض ياء أو المرض إيش؟ همزي. هذه الكلمات قد أصيبت بأمراض، وأمراض تختص بالنطق، لأن النطق عندنا مهم جدا أثناء الكلام مع أي شخص آخر. فالكلام يجب أن يكون طبعا منسجم في الصوتيات وغيرها. لذلك هناك مرض اسمه ألف والواو والياء والهمزة. كيف نعالج هذه الكلمات التي أصيبت بهذه الأمراض؟ تفضل. بالقلب. أحسنت، تحدثت جيدا وقلت لي بالقلب. أحسنت. ما المقصود بالقلب؟ كيف يكون القلب؟ تفضل حبيبي. ارجاع الكلمة لأصلها. تمام، تفضل. القلب دال حرف علة بحرف علة راء.
قلب حرف علة بحرف علة، يعني أستنتج أنا هنا بأن العلاج للواو هو إيش؟ الألف. قد تقلب الواو إلى ألف، وقد تقلب الياء أيضا إلى، وقد تقلب الياء إلى واو، وكذلك العكس، وقد تقلب الهمزة إلى ياء أو واو. هذه التغيرات الصرفية والتغيرات الجذرية في هذه الكلمات، كأن يحل هذا محل هذين، أو يحل هذا محل ذاك، ويحذف هذا ويسكن هذا وينقل هذا. هذه تغيرات في اللغة العربية، ما أجملها من لغة وما أبهاها من لغة. كيف لنا أن نتعامل مع تلك الكلمات في حالاتها جميعا، إن كانت قد كتبت بالحرف العلة هذا أو هذا أو هذا، فهي لغة القرآن، لغتنا العربية، اللغة الجميلة. طيب انظر معي جيدا لنعرف الإعلال. ما المقصود بالإعلال؟ تحدثنا هنا قلنا هو تغيير، لأن الصرف هو الإعلال هو من باب الصرف، والصرف في اللغة العربية هو التغيير، والتغيير يطرأ أين؟ على بنية الكلمة. البنية وهو الشكل الذي تكون عليه إيش؟ الكلمة. لذلك عندما نقول الإعلال هو تغيير، هو إيش؟ تغيير يطرأ على بنية الكلمة. كيف؟ بالقلب. طب قلب أي قلب حرف علة مكان، قلب حرف علة مكان آخر. طيب عندما أقلب حرف علة مكان آخر، هل هناك فائدة مرجوة من ذلك؟ وما هي الفائدة؟ في فائدة بتسهل النطق عندك. يا سلام عليك، أحسنت، ممتاز، تفضل. حدوث انسجام صوتي. إذن عندما أتحدث وأقول الفائدة من الإعلال، ما الفائدة من الإعلال؟ أحسنتم، هي تسهيل النطق وحدوث انسجام صوتي. طيب أين يحدث الإعلال؟ هل الإعلال يقتصر على كلمات معينة أم ماذا؟ تفضل. يحدث الإعلال في الأسماء والأفعال. أين يحدث الإعلال؟ وهذا سؤال مهم جدا قد يأتيك في الوزارة. ضع دائرة. أين يحدث الإعلال؟ الإعلال يحدث في الأسماء، نعم، والأفعال. أحسنت، أي لا يحدث في الحروف. لذلك لا تقول لي بأن على فيها ألف، والألف هنا منقلبة. على هي حرف وليست اسم وليست فعل، لذلك لا إعلال فيها. طيب أيضا سنتحدث قبل أن نذهب ونعرج على الأمثلة كيف يمكن وهذه مهمة جدا وانتبهوا لها، يمكن معرفة أصل حرف العلة في الكلمة، أي منقلب عن ماذا؟ تفضل يا محمد. أحسنت، دقيقة، أحسنت. كيف يمكن معرفة أصل حرف العلة، وأيضا مين؟ الهمزة، لأنه إحنا برضو مش في حرف العلة، أيضا وين؟ في الهمز، مش مشكلة. طيب يمكن أيضا بعدة طرق. الطريقة الفضلى والمهمة وهي إيش أستاذ؟ تفضل. أول قبل المصدر في شغلة مهمة، الفعل المضارع، الإتيان بإيش؟ الفعل المضارع. مثال على ذلك عندما أقول كلمة رمى فيها ألف، والألف هنا منقلبة، عندما أتي بالفعل المضارع تصبح، إذن أصل الألف شو كان؟ يا. أحسنتم. اثنين، غير الفعل المضارع ممكن ألجأ للإيش؟ المصدر. أحسنتم. والمصدر هو المصدر الصريح الذي أتحدث عنه هنا. أضع كلمة عملية قبل الكلمة. عندما أقول درس فهي عملية ماذا؟ دراسة. قرأ عملية قراءة. خاف عملية. أحسنتم. المصدر مثل كلمة خاف عندما طبعا آتي بالفعل المضارع وهي يخاف، لذلك لم يتغير شيئا هنا على الألف، لذلك نأتي بالمصدر وتصبح كلمة الخوف، إذن منقلب عن واو. طيب أيضا
إذا كانت الكلمة جمعا نأتي بماذا؟ بالمفرد. أحسنتم. وقد نلجأ إلى طريقة أخرى لمعرفة أصل حرف العلة، ألا وهي الإسناد إلى الضمائر. إلى الإسناد إلى الضمائر، يعني طريقة الإسناد مهمة جدا. كيف تكون طريقة الإسناد يا أستاذ؟ عندما أقول رمى أسندها إلى التاء الفاعل المتحركة. رميت، رمي، هاي أسندناها، شايفينها؟ إذن هي منقلبة عن ماذا؟ عن ياء. طيب هنا هاي مهمة جدا، لابد أن نعرف جيدا أصل حرف العلة في الكلمات المعطاة لدينا عندما يطلب مني سؤالا ويقول لي نوضح الإعلال في الكلمات الآتية. قبل أن أوضح الإعلال لابد أن أعرج على بعض الأنماط في الامتحانات الوزارية أو التجريبية. طب هذا الدرس الذي تشرحه يا أستاذ، ما صيغة الأسئلة التي يمكن أن تكون في الوزارة أو في الامتحان التجريبي أو الشهرين أو غيره؟ أول شغلة ممكن يجيك يا أستاذ يضع دائرة. بمعنى كيف ضع دائرة؟ أي الكلمات قلبت فيها الواو ياء. أي الكلمات قلبت فيها الواو إلى إيش؟ ياء. أو ممكن يقولنا ما الكلمة المخالفة. شو قلنا؟ ما الكلمة إيش؟ المخالفة بين الكلمات، كأن تكون الهمزة في جميع الكلمات منطلقة عن واو أو ياء، وقد تأتي في كلمة واحدة إيش؟ أصلية. أيضا ماذا؟ غير ضع دائرة يا أستاذ، كان يجيك استخرج، هذه مهمة جدا وركزوا عليها، تيجي في القطع. استخرج كلمة حصل فيها إيش؟ إعلال. وقد يحدد ذلك كأن يقول إعلال بقلب الواو إلى ياء أو الياء إلى همزة. أيضا قد يأتينا مثل بجملة مفيدة على كلمة، أو ممكن اسم فاعل حدث فيه إعلال، حدث فيه إعلال. وقد يحدد اسم فاعل حدث فيه إعلال بقلب الواو إلى همزة. أو ممكن يقول لك غير اسم الفاعل صيغة منتهى الجموع أو أي شيء قد نأخذه هنا. طيب أيضا قد يأتيني ما الميزان الصرفي لبعض الكلمات، مثل كلمة مثلا مصفاة وغيرها، مقلاة، يتقاضى، مثل الوزن الصرفي لهذه الكلمات. قد يأتيني ما أصل الألف أو الهمزة أو الواو أو الياء. هذه بعض الأسئلة التي يجب أن تنتبه إليها جيدا في التعامل مع ذلك الدرس. كان يأتيك السؤال ضع دائرة أو استخرج أو مثل أو الميزان الصرفي. طيب هذه بعض الأسئلة فقط للإطلاع لكي تعرفها. تحدثنا هنا معرفة أصل حرف العلة، والآن سنتحدث عن الحالات الإعلال. ما هي حالات الإعلال؟ حالات الإعلال، طبعا إحنا الإعلال الإعلال بإيش؟ بالقلب. تحدثت سابقا بأن هناك أنواع أخرى من الإعلال، كان يكون إعلال بالحذف وهو حذف حرف إيش؟ العلة، أو الإعلال بالنقل أو التسكين، وهذا في باب آخر إن شاء الله سنتناوله، ليس مطلوب معك. حالات الإعلال، الحالة الأولى يا أستاذ تفضل. يا سلام. الحالة الأولى اللي هي قلب الواو أو الياء إلى إيش؟ إلى ألف، سواء مقصورة أو ممتاز. طيب اثنين، الحالة الأخرى هاي بشار شيء قلب الواو والياء إلى همزة. يا سلام، بطل، ممتاز. قلب الواو والياء إلى إيش؟ إلى همزة. إلى إيش؟ الحالة الثالثة، من يقول لي الحالة الثالثة؟ يا طالب تفضل. ممتاز. قلب الواو إلى إيش؟ إلى ياء. والحالة الأخيرة الرابعة قلب الياء إلى واو. طيب هذه الحالات الأربع التي أنا ذكرتها على السبورة، وهي قلب الواو والياء إلى ألف، وقلب الواو والياء إلى همزة، وقلب الواو إلى ياء، لها كل واحدة على حدة لها قواعد منفصلة.
هذه لها قاعدة واحدة، لها قاعدة واحدة، وهذه لها قاعدتان اثنتان أو 3 قواعد، هذه وهذه واحدة. طيب، لكي نميز بين هذه الحالات يجب علينا أن نتطرق لكل واحدة منها. انظر إلى الأمثلة المكتوبة على السبورة هنا لنقرأها. من يقرأ لي؟ يلا حبايبي، يلا محمد نزيه تفضل. أول شيء الحالة الأولى اللي هي إيش؟ قلب الواو والياء إلى إيش؟ ألف. تفضل أستاذي. قال أحد الحكماء إن أقصر قصة لحياة شخص ولد وعاش ومات. ممتاز. المثال الثاني سريعا، تفضل. قضى الرجل فترة العقوبة. تفضل. يرجى ربط الأحزمة عند السفر. ممتاز. قال تعالى، يلا تفضل أستاذي. قال تعالى: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب. ممتاز، أحسنت، بوركت. طيب، هذه الكلمات التي لونت باللون الأحمر انظروا إليها جيدا. هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ تفضل أستاذي. أسماء وأفعال. أحسنت، هي أسماء وأفعال. لذلك عندما تحدثت هنا ماذا قلت؟ أين يحدث الإعلال؟ في الأسماء والأفعال. هذه الأسماء والأفعال تحتوي على حرف علة، ما هو؟ الألف. أحسنت، على الألف. إذن فيها إعلال ولا مش فيها؟ فيها، يوجد. قال، قضى، يرجى. طيب، احنا بنضطر نجيب من طيب، مش مشكلة. خليني أنقل أنا الكلمات، بهمني الكلمات أنا، مهم جدا، ألا وهي كلمة قال، أيضا كلمة قضى، خلص بدا، يرجى، مبرى، في عندنا عصا، وفي عندنا أيضا عصا بالشكل هذا. هذه الكلمات انظر إليها جيدا، هي أسماء وهي أفعال أيضا، وتحتوي على حرف علة وهو حرف أصلي في هذه الكلمة وفي جذرها، وهو ألا وهو الألف. الألف القائمة أو الألف إيش؟ المقصورة. طيب، كيف يمكن معرفة أصل الألف في هذه القاعدة؟ انظر جيدا هنا، نأتي بالفعل، لنأتي بالفعل المضارع. تفضل أستاذ. قال من الفعل المضارع، إذن هي واو. طيب، قضى من هي ماذا؟ يا. هذه يرجى من واو. مبرى اسم، صح؟ وهي من الفعل يبري. أحسنتم. طيب، خلونا هذول شوية، خلينا عشقة شوي. دعونا نفسر ما حدث هنا. هذه الألف كانت في الأصل منقلبة عن واو، عندما أبدل هذه الواو ماذا تصبح الكلمة؟ قاوى. هذه قاضى، هذه يرجى، وهذه مبرة. طيب، انظر إلى تلك الكلمات. هذه الكلمات قبل حدوث الإعلال ليس هناك انسجام صوتي في الحروف. أيهما أسهل في النطق؟ مبرا أم مبريا؟ لذلك في اللغة العربية قاعدة وما زلتم تذكرونها جيدا، وعليكم التركيز عليها، بأن الألف يناسبها الفتح، فتحة. أيضا الواو ماذا يناسبها؟ ضمة. الياء ماذا يناسبها؟ هذه مهمة جدا. وقبل ذلك أيضا علينا أن نعرف الألف هنا. الألف في اللغة العربية نوعان، وعليك التركيز فيهما. ليس هناك ألف أصلية في اللغة العربية، نتفق. ليس هناك ألف أصلية. طب أستاذي ليش؟ كيف لك أن تتحدث معنا هكذا؟ لأن ورد معنا كان متذكرين في عندنا في آيات من سورة يوسف ما الجذر اللغوي لكلمة المستعان. من السهل أن أقول هي من عانة، صح؟ لكن لا وجود للألف
في المعجم يجب أن تكون ياء أو واوا، لذلك هي منقلبة عن ماذا؟ واو. معونة، عون، صح؟ طيب الألف تقسم إلى نوعين، إما منقلب أو زائد. خليكم معي يا حبايبي، أنا مين بيهمني في الإعلان؟ إما يا عن واو أو عن ياء، تمام؟ طيب زائدة، أين تكون الألف زائدة؟ هناك مواطن، بعض المواطن نذكرها. محمد، يا سلام، ألف اسم الفاعل زائدة، ممتاز، اللي هي ألف اسم ممتاز، مثل كلمة صابر مثلا مش في ألف؟ طب هي شو الجذر اللغوي لها؟ صبرة. مش تروح لي وتقول لي يا أستاذ هذه فيها إعلال وقلبت الألف الواو إلى ألف. طب وما يدريك؟ كيف عرفت أن فيها إعلال وهي ليست منقلبة وإنما هي إيش؟ زائدة. طيب أيضا ألف صيغة منتهى إيش؟ الجموع. أحسنت، ككلمة المساجد. ككلمة مساجد، وهي من الفعل إيش؟ سجد. وألف بعض المصادر ككلمة إعادة، ككلمة استغناء، وهذه الألف هي ألف زائدة، أي لا أصل لها في اللغة العربية وليست إيش؟ منقلبة. أحسنت. انظر إلى الألف التي ذكرتها سابقا. في اللغة العربية لا يمكن أن يتناسب حرف الواو مع حركة الفتح، لا يمكن، لأنني تحدثت هنا الفتحة تناسب من؟ الألف، لذلك هناك صعوبة في النطق. أقول هنا قلبت الواو إلى إيش؟ وقلبت الياء، وقلبت الواو أيضا، وقلبت الياء أيضا. ولماذا قلبت هنا الياء؟ هي قلبت، بقول القاعدة مهم جدا، الواو أو الياء إلى ماذا؟ إلى ألف، سواء مقصورة أو ممدود، لأنها، وما السبب في ذلك؟ ممتاز، لأنها متحركة. انظر جيدا إلى هذا اللون، متحركة مفتوح ما قبلها، متحركة مفتوح ما قبلها، متحركة مفتوح ما قبلها. إذن لأنها متحركة مفتوح ما قبلها. طيب انظر جيدا إلى الكلمتين هنا، عصا بالألف القائمة وعصا بالألف المكسورة. هل عصا بالألف القائمة هي نفسها عصا بالألف المنقلبة في الأصل عندما نقلبها؟ كيف؟ لأنه عصا الأولى اسم هي مش، وعصا الثانية فعل. كيف عرفت أن الأولى اسم؟ بجيب المصدر إلها، بجيب المصدر إلها. مصدر. تفضل. الأولى اسم ثلاثي آخره ألف، فبتكون ألف منقلبة عن واو، والمثنى إلها عصا، هذا اسم عصوان المثنى إلها. عصوان. أحسنت، ممتاز. لاحظ معي جيدا يا محمد توفيق، لاحظ معي، خليك معي. في اللغة العربية هناك قاعدة، إذا كان المضارع من الكلمة واو فالكلمة تكون الألف فيها قائمة. فهموها، عندما آتي بكلمة ثلاثية فيها آخرها إيش؟ شو بكون أصلها؟ واو. طيب أستاذ، أيضا كلمة ثلاثية فيها ألف مقصور، شو بكون أصلها؟ طيب كيف يا أستاذ؟ أعطيني مثال، أنا مش فاهم. هلا كلمة، طيب بدي أعطيك أنا كلمة ثلاثية، دنا. حلو؟ طيب ساعة، ساعي، ساعة. طب الحين أنت دنا مش عندك هذه قائمة؟ تلقائيا راح تكون واو. ساعة يسعي. طب الحين قلت أنت يسعى، أنت قلت يسعى صح؟ وظلت إيش؟ ألف صح؟ يعني ما أسعفني أنا استخدام الفعل المضارع صح؟ بجيب المصدر. ممتاز. وعملية شو؟ عملية السعي. إذا المصدر شو هو؟ إذا أصله شو طلع؟ يا ممتازين، هذا مهم جدا ها حبايبي. طيب خلينا نجي هان. عصا
لو رحنا على القاعدة هذه، لو ذهبنا معا إلى القاعدة هذه سنرى بأنها ختمت ب1000 قائمة، صح؟ فأصلها ماذا يكون؟ هذا من الطريق الأسهل لك. وهذه ختمت ب1000 مقصورة، فأصلها لازم يكون شو؟ يا حلو، ممتازين. طب أستاذ فيش طريقة أخرى يعني غير هالطريقة؟ تفضل. يا سلام. طيب ما يسمى الاسم الذي ينتهي ب1000 لازمة؟ اسم مقصور. ممتاز. ماذا يسمى؟ الاسم المقصور عندما نأتي بأصل الألف فيه نذهب إلى إما المثنى أو إيش؟ الجمع، صح؟ طيب مثنى عصا، عصوان. طب أستاذي أنا أول مرة بسمع فيها عصوان، أنا بعرف إنها عصتان، صح؟ طيب أفعى، بنقول أفعتان؟ لا. شو رأيكم؟ أفعان. طب مش زي عصوان؟ نقدرش أفعوان، أفعوان. طب نهى، نهيان. طيب فتى، أي أسهل لك كلمة فتى، فتيان. ممتاز. طب رنا، رنوان. ممتازين. إذا أتينا هنا بإيش؟ بالمثنى. نضع الواو مكان الألف، ماذا تصبح؟ عصا. قل هنا قلبت الواو إلى ألف لأنها متحركة مفتوح ما؟ هذه اسم وهذه ماذا؟ فعل. الفعل أسهل هنا من الاسم. ما الفعل المضارع من كلمة عصا؟ يعصي. ممتازين. يا سلام عليكم، ممتازين. إذن بتكون هي من عصايا، عصايا. قلبت الياء إلى ألف لأنها متحركة مفتوح ما قبلها. ممتازين. إذن القاعدة الأولى هي قلب الواو والياء إلى ألف في حالة واحدة ولها قاعدة واحدة، ألا وهي إذا تحركتا من الواو والياء وفتح ما قبلهما. إذن القاعدة ماذا؟ إذا تحركت، طبعا هي الواو أو الياء أو تحركتا وفتح ما قبلهما. هذه مهمة جدا. في حدا عنده أي استفسار للقاعدة الأولى؟ أكيد يعني أسأل. متأكدين؟ طيب ماشي. من منكم يقول لي ما الإعلال أو يوضح الإعلال في كلمة صام؟ ارفع ايدك. تفضل. أحسنت. صام إيش؟ يصوم. إذا قلبت هذه أصلها واو، لذلك تصبح صاوى. تنساش الحركات يا ابني، مهمة جدا. قلبت الواو إلى إيش؟ لأنها متحرك. خلص احفظها قاعدة. إن رأيت ألفا فالقاعدة واحدة، متحركة مفتوح ما قبلها. إذا قال لك استخرج كلمة حصل فيها إعلال عليك بالذهاب إلى الألف، لأن هذه سهلة الألف عند استخراجها. لذلك ابحث عن كلمات تحتوي على ألف منقلبة عن واو أو ياء، ابتعد عن الألف إيش؟ الزائدة في اسم الفاعل وصيغة منتهى الجموع. طيب أيضا كلمة أخرى. ما الكلمة التي حصل فيها إعلال بقلب الواو ألف؟ قضى، ساد، باع، عاش. لك تقول لي ليش؟ تفضل. يا سلام عليك. لأنها من سودة أو من إيش؟ يسود. طيب سؤال، طب لماذا لم تختر قضاء؟ تفضل. من الفعل المضارع يقضي، وهذه. طب في واحد ممكن يا أستاذ عفوا يعني أنت قلت وممكن تساءل. أحسنت. واحد بيقول لي طب سادة من سيادة، قادة من قيادة.
هنا ياء وليست واو. طب لماذا؟ انتظر جيدا. أنا عندما أقول سادة سيادة، لا تنسى، انظر معي جيدا، لا تنسى لماذا كتبت بالياء هنا، لأن كان الأصل هي واو وليست ياء، كانت سوادة. شو كانت؟ لذلك الكسر غير ملائم للواو، لذلك قلبت هنا الواو إلى ياء لكي تناسب الكسرة. فسيادة وقيادة نفس الشيء عندما تقلب الواو إلى ماذا؟ إلى ياء. مفهوم يا حبايبي؟ في حد عنده استفسار بالنسبة لهذه القاعدة؟ نذهب إلى القاعدة الثانية. لنذهب إلى القاعدة الثانية. قبل الذهاب إلى القاعدة الثانية لابد أن نعرج على شيئين اثنين، ألا وهما الفعل المعتل ماذا؟ الأجوف، واسم إيش؟ الفاعل. ما المقصود بالفعل المعتل الأجوف؟ تفضل. في وسط حرف علة. ممتاز. مثال على ذلك كلمة سادة، معتل أجوف في وسط حرف. طيب بنفعش سيارة أيضا في وسطه حرف. إذن الفعل الذي يكون في وسطه حرف علة يسمى فعل معتل. معتل يعني يوجد فيه حرف علة، أجوف يعني في وسطه حرف علة. اسم الفاعل لا شك بأنكم تعرفونها، لكن للتذكير عندما أقول أنا كلمة سائد هي على وزن ماذا؟ فهي اسم إيش؟ من فعل ثلاثي سود سائد، صح؟ طيب دعونا ننتقل إلى القاعدة الثانية، وهي قلب الواو والياء إلى ماذا؟ قلب الواو أو الياء إلى إيش؟ إلى همز. لا بد لنا قبل أن نبدأ بهذه القاعدة أن نتعرف على أنواع الهمز. مهم جدا، لأن الهمزة لها عدة أنواع. النوع الأول، يا سلام عليك، الهمزة قد تأتي على ثلاثة أنواع. قد تكون همزة أصلية، قد تكون منقلبة، وقد تكون شو؟ يا سلام عليكم، ممتازين. طب احنا مين بدنا؟ اللي منقلب يا عن واو، هذا اللي بتهمنا. لا أريدها أصلية. إن كانت الهمزة هنا أصلية فلا إعلال فيها. تمام؟ مثال على ذلك كلمة ابتداء. ابتداء من كلمة بدأ، إذن الهمزة شمالها أو إنشاء أو غيرها. طيب زائدي، متى تكون الهمزة زائدة؟ تتذكرون عندما تحدثنا عن درس الممنوع من الصرف وقلنا الممنوع من الصرف يمنع إما لعلتين أو لعلة واحدة، ومن ضمن هذه الكلمات التي منعت لعلة واحدة ألا وهي الهمز الزائد لأمرين، إما للجمع أو التأنيث. عندما أقول شعراء فالهمزة هنا زائدة للجمع، هنا حمراء، هنا زائدة لإيش؟ للتأنيث. طيب دعونا ننتقل إلى طبعا قلب الواو والياء إلى همز. الكلمات التي سأعطيها هنا هل تحتوي على واو وياء أم همزة؟ ارفع ايدك ابني، تفضل. طب ليش ما قلت ليش واو وياء؟ ايوه يا سلام، بطلت. لانه احنا الكلمات هنا مكتوبه بالهمزه اي بعد الاعلان، وهنا ماذا؟ قبل. مش تخربط وتقول لي قلبت الياء الى، قلبت الهمزه الى واو، او قلبت الهمزه الى ياء، لا. كم القاعده انها؟ القاعده الاولى. صليتوا على الرسول؟ تمام. كلمة سائح، كلمة مائل، كلمة بائع، ولا زعلك. طيب هذه الكلمات احتوت على همزة، صح ولا لا؟ طيب ما المبنى الصرفي لتلك الكلمات؟ لا المبنى الصرفي اسم فاعل. شو اتذكر؟ اسم
هذه الكلمات صح، كويس انه مكتوبه كلمه اسم. اسم ايش؟ فاعل. حلو. طيب احتوت على همزه. انا ما بشتغل في الالف هون، انا بشتغل في مين؟ في الهمز، والهمز اما منقلب يا عن واو. طب تعال يا استاذي، انت قلت كيف بدك تعرف؟ بدك تجيب شو؟ يلا نجيب الفعل المضارع. مائل. احنا ما حطيناش على الواو، خلينا نحط على الواو. شو رايكم في كلمه سائد؟ يسود. بدناش نظلم الواو برضه معنا. طيب انظر الى تلك الكلمات يا واو. طب واحد يقول لي طب يا استاذي سائح انا مش مقتنع فيها يسيح، يعني سائح يسيح. طيب شو رايكم نجيب كلمات اخرى غيرها؟ سياحه، جاب لي مصدر، جاب لي سياح. في هيئه بنقول سواح ولا سياح؟ وقل سيحوا في الارض بمعنى انتشروا، سيحوا صح؟ اذا ياء ولا مش ياء؟ ياء. اذا هنا شو ماذا نفعل؟ نضع الياء مكان مين؟ همزه في نفس احنا بنقول سايح، احنا العجائز اليوم هيك بكل هذا ضايع، هذا سايح صح؟ طيب احنا بنقول ايش مايل؟ احنا شو بنقول في لغتنا؟ مايل، الحيط مايل، مايل. وهان ولد. قلبت، ركز معي، قلبت الياء او الواو الى ايش استاذي؟ الى همزه. صليتوا على النبي؟ خليكم معي. الى همزه. هيا قلبت، ركز معي. الواو او الياء الى ماذا؟ طب استاذي ليش؟ لانها، ركز معي خليك شوي، لانها مكسوره بعد الف اسم الفاعل. مش قلنا هاي على وزن فاعل؟ شو اسمها هاي؟ الف اسم. اذا بتقول قلبت. هيا مكتوب القاعده الواو لانها، هي القاعده مهمه، مكسوره بعد الف اسم الفاعل من فعل ثلاثي. طيب هذه مش فاهمها، ثلاثي اجوف. شو هذا؟ هو ثلاثي ولا مش ثلاثي؟ اجوف ولا مش اجوف؟ شفتوا ليش انا كتابتها؟ لانها مهم جدا انك تعرف هذه الكلمات جميعها اخذت من فعل ثلاثي اجوف. سائح من الفعل ساح، ومائل من الفعل مال او ميل. صحيح، ما هو فيش الف اصليه حكينا صح؟ وهذه من ساد او سود. لذلك القاعده الاولى ماذا؟ القاعده الاولى تقول بانها اذا جاءت مكسوره بعد الف اسم الفاعل من فعل ثلاثي اجوف. بس أريد أن أعطيكم القاعدة الأخيرة قبل أن أنهي هذا اللقاء، وهي مهمة جدا. الثانية، انظر إلى تلك الكلمات، كلمة عجائز وكلمة جرائد. طيب كلمة عجائز وكلمة جرائد، هل هي جمع أو مفرد؟ جمع. تعالوا هن ركزوا معي. جمع شو بجيب؟ حلو، عشان نعرف أصل الهمزة صح؟ طب قبل أن أعرف أصل الهمزة، عجائز منعت من الصرف لسبب، ما هو يا أحمد؟ صيغة منتهى الجموع. ممتاز. شو صيغة منتهى الجموع؟ هي كل جمع تكسير بعد الألف حرفان أو 3 أحرف. إذا هاي اسمها صيغة منتهى الجموع، بعد الألف حرفان أو 3. نأتي بالمفرد، عجائز من أجوز، جرائد من. هنا كانت الهمزة واوا وكانت الهمزة أيضا هنا ياء. نضع الواو والياء مكان الهمزة. عجاوز، جرايد. احنا بنحكي جرايد في لغتنا، احنا بنحكي عشاير، احنا بنحكي عقايد صح؟ احنا بنحكي طبايع، احنا بنحكي خلايق صح؟ طيب انظر ماذا حصل. قلبت الواو أو مين؟ إلى إيش؟ إلى إيش؟ عليك أن تقول كلمة قلبت، لأنه الدرس اللي بعد هذا اسمه إبدال. بدنا نقول شو؟ أبدلت. أحسنتم. لذلك بتقول قلبت الواو أو الياء إلى إيش؟ همزة، لأنها مكسورة أيضا، مكسورة بعد ألف اسمها صيغة منتهى. احنا قلنا هن بعد ألف مين؟ اسم الفاعل صح؟ هنا ألف صيغة منتهى. إذا بتقول أنها مكسورة بعد ألف صيغة
منتهى الجموع. إذا القاعدة هون نكتبها: مكسورة بعد ألف صيغة، مكسورة بعد ألف صيغة منتهى إيش؟ الجموع. طيب، سؤال أخير: من منكم يقول لي ما الإعلال الحاصل في كلمة جزائر؟ ركزوا. ايش فيها همزة ولا فيش فيها؟ جزائر أنا بحكي عن البلد ولا عن ايش بالضبط؟ ارفع ايدك يا ابني، ارفع ايدك. تفضل. يا سلام عليك. جزائر جمع شو؟ جزيرة. ليس البلد الذي أقصده هو بلد الجزائر، بلد المليون شهيد، وإنما أقصد بالجزائر وهي جمع تكسير لكلمة جزيرة، فتصبح جزائر، ولبت الياء إلى همزة لأنها مكسورة بعد ألف صيغة. إلى هنا لنا في هذا اللقاء، طبعا بقية في لقاءات أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم ودمتم ودام عطاؤكم.